بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي كلامي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا بينا نعمل شوية منين، طريقتهم ومقاديرهم كلها من البيت. مش هتتعبي نفسك ولا تشتري حاجات كتير ولا هتكلفي نفسك، وهتعملي شوية منين زي العسل. أول حاجة بحط كوباية مية دافية وعليها كيس الخميرة اللي هو الفورية أو معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهحط عليهم معلقة سكر طبعا علشان أنشط الخميرة وتتفاعل. فهحط لها شوية من السكر عشان بس ايه يتفاعلوا وتديني تخمر بسرعة. فهقلب الكلام ده مع بعض، الخميرة مع المية الدافية. بلاش نحط مية ساقعة، هي مية دافية أو مية من الحنفية. لو احنا في الصيف بتبقى المية فترة مفيش مشكلة، ومعلقة سكر. وهقلب الكلام الجميل ده كله. المنين مثلا انا هعمل 2 كيلو من الدقيق، هحط للكيلو دقيق كوباية ونص من السمنة، وهكمل بالزيت نص كوباية، يعني كوبايتين مادة دهنية، علشان انا عايزة المنين معايا يكون مقرمش. لو مش عايزاه مقرمش وطري هتحطي سمنة وهتكتفي بالسمنة، مش هتحطي زيت. عايزاه مقرمش هتحطي زيت نص ونص، مفيش اي مشكلة. بعد ما حطيت المادة الدهنية هقلب كل الخليط ده كله مع بعض كده، وهبتدي طبعا لازم انخل الدقيق. فهنخل الدقيق بتاعي وهبتدي انزل على المواد السائلة اللي انتوا شايفينها. هنا كمان بضيف عندي كوباية من اللبن الرايب. عندي كوباية كده لبن عندي قاطع، فهحط معاه كوباية، وهقلب كل المكونات دي كلها على بعض، وهبتدي انزل بقى بالدقيق عليهم، وابتدي بقى ايه ابسهم كده بس، يعني مبرح زي ما بيقولوا. اهم حاجة ان انا ابس الدقيق، افضل كل المكونات السايلة اللي انا حطيتها ابتدي احطها على الدقيق وكده. هنا الدقيق بتاعي هحط عليه ذرة ملح، وهحط عليه معلقة من البيكربونات او اللي هي البيكنج باودر، وذرة الملح هحطها، ودول الحاجات اللي هيتحطوا على الدقيق. طبعا المادة اللي انا حطيتها كلها الخميرة والمية والمواد الدهنية دي كلها مع بعض. هحط هنا بقى نص كوباية زيت، انا عايزاها تبقى مقرمشة، فهحط نص كوباية من الزيت. عايزة انت تزودي نص، يبقى كوباية سمنة وكوباية زيت، مفيش مشكلة. ده عشان ناخد منين مقرمش من بره وطري من جوه. تمام كده، انا جهزت الدقيق بتاعي وحطيت له ذرة الملح، وحطيت له البيكنج باودر. وعندك لو عندك بقى معلقة نشا هتحطي معلقة نشا مع الدقيق برضو، عشان هتديكي قرمشة وقرشة كده حلوة للمنين بتاعك. حطي معلقة من النشا اللي هو الكورن فلاور. كل المكونات دي كلها على بعض. في حاجة بقى مهمة عايزة اقولها لك، انا هضيف للمنين بتاعي شمر وينسون، هحمصهم واطحنهم الاول. هنا بجيب الدقيق بتاعي وبجيب اليانسون، معلقة من اليانسون ومعلقة من الشمر. بحمصهم على النار، بيدوني كده. بص انا طحنتهم في الكبة، ريحة التحميصة بتاعته بتبقى جميلة جدا. وبطحنه مش بحطه صحيح، لان في ناس بيحطوا زي ما هو ومن غير ما يتحمص، طبعا مش هيديني النكهة اللي انا عايزاها. فانا لازم اهو حمصته، بعد ما برد وتحمص بنعمه في الكبة وبحطه على الدقيق بتاعي. وبحط السمسم، يعني المنين والحاجات دي كلها لا غنى عنها من السمسم. هنا ضفت معلقتين سكر بودر عندي، ضفتهم مع الدقيق. بيدوا برضو طعم جميل جدا. بمسك المكونات دي كلها كده بوزعها مع بعض، وبنزل بقى بالسمنة والزيت والخميرة وكل الكلام الجميل اللي احنا عملناه في البداية. وهبتدي ان انا امسك الدقيق مع المواد الدهنية اللي نزلت وبس وكده لغاية لما يبقى معايا زي رملة البحر. بياخد بس معايا ربع ساعة. بعد ما بسيت وخلاص جبت كوبايتين مية دافية ورحت حطاهم ولميت العجينة بتاعتي. يعني ممكن ياخدوا كوبايتين مية دافية او كوباية ونص حسب نوعية الدقيق اللي عندك.
في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق بياخد اقل. يعني وانت بتعجني حاولي ما تحطيش الميه دفعه واحده، كوبايه في نص، لغايه لما تلاقي العجينه سلتت من ايدك ولمت نفسها كده وبقت كلها ملمومه زي كده وبتتقطع معايا وما فيهاش عرق. ما نعجنش فيها كتير لان احنا بسيناه كويس، فهنا بلم العجينه مش بعجن ولت وكده، هو مش فطير، عشان ما يعملش عرق ويتقطع معايا بكل سهوله. زي ما انتم شايفين العجينه في منتهى الجمال. هبتدي بقى اكورها وابتدي اسيبها ترتاح. دلوقتي انا هسيبها ترتاح. هنا زي ما انتم شايفين جبت العجينه وبرمتها كده، وهبتدي هنا كده اقطع المنين بتاعي بالطريقه دي. وهبتدي احطه في الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين. بعد ما هشكله كده هسيبه برضو 10 دقايق كده يرتاح، وابتدي ادخله الفرن في الرف الاوسط، ما احطوش في الارضيه ولا احطه تحت الشوايه، لازم في النص كده علشان يستوى معايا. احمر خلاص، ما احمرش نعمله بقى ايه، نولع الشوايه عشان يحمر. بس انا عندي الفرن بتاعي هيحمر من غير ما اولع الشوايه، وبكده هيبقى معايا احلى منين. هسويه ونشوفه مع بعض. حلو قوي قوي، جميل جدا جدا. زي ما انتوا شايفين قطعنا المنين وسيبناه بقى يرتاح زي ما انتوا شايفين، وحطيناه كده في الصواني. اول ما يرتاح شويه هندخله الفرن، دي اهم حاجه. بصوا شايفين العلو بتاعت بصوا عجينه خمرانه وعجينه مرتاحه، عجينه مخدومه كويس واخده مقاديرها كويس، فبالتالي هيطلع معاكي احلى منين وطعم جميل جدا جدا. زي ما انتوا شايفين المنين معانا استوى وبقى زي الفل، بجد بجد حاجة جميلة جدا. شايفين الارتفاع بتاعه، وشايفين ان هو خمران ومقرمش من بره ومن جوه طري، جميل جدا جدا يعني بجد. الطريقة اللي انا عملتها والمقادير طلعت مظبوطة. بسم الله ما شاء الله. شوية منين يستاهلوا كده ويستاهلوا بقكم الجميل. طبعا انا برضو بشكركم تاني في تعليقاتكم. انا بشوف تعليقات بجد بجد بتديني طاقة وبتحفزني، وبشكر كل تعليق اتكتب لي واتبعت لي. بحبكم في الله وبحب كل متابعيني واللي بيتفرج عليا. اتمنى منكم الدعوة كده حلوة، وتجربوا المنين بتاعنا ده اللي زي العسل، بجد هيعجبكم جدا جدا، حاجة في منتهى الجمال.